السلام عليكم. تصريح خطير من علي ماهر مدرب المصري يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على المصري، ويقذف جبهة صحفي زملكاوي تطاول على النادي الأهلي ويسخر من بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد فوز النادي الأهلي على المصري ليواصل الأهلي سلسلة انتصاراته اللي وصلت ل 16 انتصار متتالي ويصل للنقطة 69. فقد صرح علي ماهر مدرب المصري بعد هذه المباراة وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية على النادي المصري، لأن الأهلي يريد خطف الثلاث نقاط بأي طريقة. فإدارة الأهلي جلبت حكام أجانب خصيصا لهذه المباراة الهامة، بالرغم من ان هذه المباراة خاصة بينا، المباراة بتاعتنا. وسألوا صحفي زملكاوي وقال له: لماذا أبناء النادي الأهلي عندما يواجهون النادي الأهلي مع الأندية دائما الأهلي يفوز عليهم؟ فرد وقال: انت أكيد صحفي زملكاوي وتتهمني بالتفويت لصالح النادي الأهلي، وأنا لا أقبل هذا الاتهام أبدا. فنحن دائما نلعب أمام النادي الأهلي بنسبة 120%، ونريد الفوز على النادي الأهلي، لأن الأهلي ربى أبنائه على الإخلاص في العمل، والأهلي دائما يفوز بمجهوده وبعرق لاعبته وليس بمساعدة الآخرين. وشاهدنا ماذا فعل الأهلي في بيراميدز خلال المباريتين الماضيتين، فاز عليهم ودمرهم تدميرا. وبعد فوز الأهلي على المصري نقول مبروك للأهلي، الدوري أهلاوي بنسبة 100%، رغم أن في بعض الحاقدين من الزملكاوية. فإذا كنت تتحدث عن التفويت، فالزمالك هو الذي فوت للنادي الأهلي أغلى 3 نقاط هذا العام بعد انسحابه أمام الأهلي. فنحن كنا نلعب على الفوز على النادي الأهلي في مباراة اليوم ووقف سلسلة انتصاراته التي وصلت بعد هذه المباراة ل 16 مباراة متتالية بدون هزيمة أو تعادل. فالأهلي لا يقارن بأحد. وانظروا إلى بيراميدز ماذا فعل الأهلي بها بعد أن كانت تفوز ب 14 مباراة متتالية بدون أي هزيمة. جاءت أمام الأهلي وأصبحت لا تستطيع أبدا اللعب. فالأهلي فعلا يفترس كل من يأتي أمامه. واليوم شفنا أن الزمالك كان قاصد يفوت المباراة لبيراميدز، ولكن جاءت المباراة بالتعادل وانتهت بالتعادل لكل منهما هدف لهدف. وده كان واضح جدا ان المباراة، واللي بيحب ان بيراميدز هو اللي يفوز وبيفوت مباريات هو الزمالك وليس النادي المصري البورسعيدي. ففي النهاية احنا كلنا بنهني الاهلي اكيد بالدوري، لان الامور قد حسمت.